في ملخصنا النهاردة هنعرف ايه قرار حراء وايه اللي هيحصل في حياتها بعد كده، وايه هيكون رد فعل أورهان لما يعرف ان أصلي هي اللي لعبت في جهاز نهان، وايه رد فعل كنان مع مريم بعد ما عرف الحقيقة، وايه السبب اللي هيخلي أورهان وكنان يتجمعوا تاني ويبقوا أصدقاء. كل ده وأكتر هنشوفه في ملخصنا النهاردة، فتابعونا للنهاية. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بحراء وهي واقفة قدام الباب، أو مش عارفة ترجع ولا تفضل، أو بتلاقي علي بيجري عليها فبتروح تحضنه بقوة وبتطلب منه يخلي باله من نفسه، أو بتعتذر له لأنها مش هتقدر تفضل جنبه، وبتبص لأورهان لآخر مرة وبتخرج من القصر علشان تمشي وهي مش عارفة هتروح فين. بتفضل ماشية بتفتكر أول يوم ليها في قصر الدمهري، وإزاي أورهان كان بيعاملها بقسوة وبقلب بارد من غير ما يظهر لها أي تعبير عن الرحمة والشفقة. وبتفتكر عفيفة لما كانت بتعذبها بعد ما شكت إنها قتلت بنتها، والعذاب والذل اللي اتعرضت له بسببهم، وهي مش مصدقة إن كل ده خلاص خلص أو مش هيرجع تاني وهتكون حرة. أما كنان فبيفضل واقف قدام مريم وبيسألها ليه خبت عنه إنها كانت مجبرة على الجواز. فبتستغرب مريم وبتسأله عرف إزاي، فبيقول لها إن مش مهم دلوقتي إزاي عرف، بيقول لها إن هو استحمل كتير وفضل ساكت وهو مش فاهم إيه اللي حصل. وكانت أصعب لحظة مر بيها لما رجع من الحربية ولقاها مش في الحي، وقتها حس إن هو مات وكل حاجة حواليه مجرد كابوس، أو مش قادر يصحى منه، أو مش عارف يرجع ولا يتقبل اللي حصل، أو بيطلب منها تشرح له كل حاجة. فبتهرب مريم من قدامه بسرعة لأنها مش هتبقى قد المواجهة دي، لكن كنان بيمسكها وبيقول لها إن هو مش هيسمح لها تهرب منه تاني وبياخدها معاه غصب عنها. أما حراء فبتروح تقعد قدام الشط وهي بتعيط وحزينة من اللي أورهان عمله، وجواها مشاعر كتير متلخبطة بين الحزن والفرح والراحة والخوف. وبتفضل تعيط وبيبان إن في شاب قاعد جنبها مركز معاها جدا أو مش بيشيل عينه من عليها. بنرجع لكنان اللي بياخد مريم للمكتب وبيقف يسألها ليه ما طلبتش منه المساعدة، مع إنها كانت عارفة إن هو هيحرق العالم كله علشانها وعلشان بس تبقى في أمان. وبتفضل مريم ساكتة، فبيعترف لها إن هو لسه بيحبها وإنه ما كانش قادر يتخطى اللي عملته فيه ولا بأي شكل من الأشكال، وإنها كانت السبب في تدميره. فبتحاول مريم تمشي وبتقوله أي مبررات دلوقتي ما بقاش ليها فايدة، لكن كنان بيرفض يخليها تنسحب زي كل مرة من غير ما تقوله سبب. بتجري مريم تدخل المطبخ وبتقفل عليها الباب، وبيفضل كنان يخبط عليها علشان تفتح له وتقوله الحقيقة، لكن من غير فايدة. في الوقت ده بتبقى هاركة واقفة مع راشد وهي هتتجنن وتعرف مين اللي سدد دينه، فبيقول لها راشد إنه ما يعرفش حد في الحي ومفيش حد بيحبه أصلا علشان يعمل معاه كده، وإن الغلطة غلطتها لأنه نفذ اللي طلبته منه وهي اللي معرفتش تكمل مهمتها. أو بتكون هاركة شاكة في كنان أو متضايقة جدا من إنه كل مرة بيساعد مريم أو بيرجعها تاني لحياتهم. بنرجع لحراء اللي بتكون لسه قاعدة بتفكر هتعمل إيه، وبتلاقي الشاب اللي بيراقبها قايم ورايح يقعد جنبها، فبتبعد شوية عنه وبتلاقيه لسه بيقرب منها، فبتقوم بسرعة تمشي أو بيقوم هو كمان يروح وراها. بيبقى كنان لسه واقف عند الباب وهو متعصب وحزين من تصرف مريم الأناني، أو بيسألها هي إزاي ما قدرتش تثق فيه وتطلب منه المساعدة، أو بيروح يقعد على مكتبه وهو حزين أو متأثر جدا. فبتخرج مريم من الأوضة أخيرا أو بتروح تقعد قدامه. نرجع لحراء اللي بتحاول تهرب من الشاب اللي بيطاردها لكن من غير فايدة، لحد ما بتلاقي أورهان فجأة بيدافع عنها منه أو بيغطيها بالجاكيت بتاعه، أو بيفتكر لما كلم رائد وطلب منه يراقب تحركاتها لأنه كان متوقع إنها هتواجه مشاكل كتير لأن دي أول مرة تكون فيها حرة. أما مريم فبتبدأ أخيرا تتكلم وبتحكي لكنان إن والدها جه في يوم وفرض عليها تسيب الجامعة وتتجوز من رئيس المصنع بتاعه لأنه سرق المصنع، وده كان المقابل الوحيد للعفو عنه. هو وقتها هي ما قدرتش ترفض لأن والدتها ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع، فضلت عايشة في عذاب لحد ما أنجن مات، وبتقوله إن لولا نفس هي كان زمانها استسلمت من زمان. أو بتقوم علشان تنزل فبيقوم كنان وراها أو بيروح علشان يمسك إيديها، لكن مريم بتبص للدبلة اللي في إيده بحسرة أو بترفض تمسك إيده. فبيفهم كنان سبب رفضها أو بيخبي الدبلة وهو محرج أو بينزل بسرعة من المكتب. بتبقى حراء قاعدة مع أورهان أو بتقلع الجاكيت بتاعه علشان تقوم تمشي، فبيقوم أورهان يطلب منها ترجع للقصر، لكن حراء بترفض لأول مرة تنفذ كلامه أو بتقوله إن دلوقتي ملوش حكم عليها أو بتسيبه وبتمشي. بيتضايق أورهان جدا من عندها بس بيروح وراها علشان يعرف هي عايزة تروح فين. أو بيروح كنان يقف قدام الشجرة اللي عندها ذكرياته هو ومريم وهو بيفكر ومشتت أو مش عارف يقلع الدبلة ولا يفضل لابسها.
في الوقت اللي بتروح فيه مريم لفريحة علشان تلومها لأنها قالت لكنان الحقيقة، فبتحكي لها فريحة إنها ما قالتش لكنان لكن قالت للقاء لما لقيتها ظلماها وعايزة تتخانق معاها وخلاص، أو بتقول لها إنها تعبت من ظن وشك الناس فيها وهي دايما بريئة. فبتروح مريم تستنى لقاء لحد ما بتروح لها زي ما طلبت منها، أو بتقعد قدامها علشان يتكلموا سوا، أو بتمثل لقاء إنها لسه بتكره مريم. فمريم بتقول لها إنها عرفت من فريحة إن هي بقت عارفة كل حاجة، أو بتسألها عن السبب اللي خلاها دفعت فلوس الدين. فبتقول لها لقاء إنها عملت كده علشان نفس، أو بتفتكر لما قابلتها علشان تودعها ونفس قالت لها إنها عايزاهم يروحوا معاها لأنها خايفة ترجع تبقى لوحدها تاني. وقتها لقاء حضنتها، أو بتفضل تعيط وبتقرر تساعدهم. بنرجع للواقع، وبتسأل لقاء مريم بلوم وحزن ليه ما قالت لهاش ولا استنجدت بيها وسابتهم يظنوا فيها الظن ده. فبتقول لها إنها لسه مش متضايقة منها زي الأول، لكنها مستاءة من اللي هي عملته، وإنها اختارت تضحي بكل حاجة علشان تنقذ عيلتها، أو ما فكرتش في أخوها اللي فضل فترة رافض يتقبل فكرة إنها مش معاه وكان متدمر تماما. فبتقول لها مريم إنها كانت صغيرة وخايفة ومش قادرة تتصرف، أو بتقوم علشان ترجع للبيت. وبيبقى كنان لسه واقف مش عارف يعمل إيه، وبيفضل يكلم نفسه ويسألها هيعمل إيه دلوقتي بعد ما اكتشف إن مريم طلعت بريئة أو ما بعتوش زي ما هو كان متخيل. وبيرسم أحلام شيطانة هو مريم وهي دلوقتي ما طلعتش كده. بيسأل نفسه إزاي هيقدر يتعامل معاها بعد كده بعد ما عرف إنها بريئة، وإزاي الوضع هيكون مريح بينهم بعد الأحداث دي كلها. بترجع مريم للبيت وبتقعد تتكلم مع بنتها ووالدتها، أو بتكون آسيا مش فاهمة إيه السبب اللي هيخلي لقاء تدفع دينهم، وهي كانت تتمنى إن مريم تمشي من الحي. فبتقول لها مريم إن لقاء طيبة وحتى لو حاولت تبين غير كده. بيخبط الباب، فبتروح تشوف مين، أو بتلاقي حراء واقفة قدامها وأرهان جنبها بعربيته. بتقف بصلة وهي مستغربة من لبسها، فبتعتذر لها حراء إنها جت من غير ما تقول لها، أو بتحاول مريم تهون عليها لأنها حست إن في حاجة، أو بتخليها تدخل وبتبص لأرهان وهي عايزة تعرف إيه اللي حصل. بتدخل تعرف حراء على والدتها اللي بتستغرب جدا هي كمان من لبسها، أو بتطلب منها تقعد بعد ما عرفت إنها صديقة مريم. فبتقعد حراء، وقبل ما تتكلم بتلاقي راشد خارج من المطبخ بياكل، وأول ما بيشوفها بيفضل باصص لها من فوق لتحت باحتقار، وبيسأل مريم هي مين دي. فبتقول له مريم إنها صديقتها، أو بتكون مش عايزاه يقول حاجة تزعل حراء، لكن حراء ما بتسلمش من لسان راشد. فبتقوم مريم تاخدها وبيدخلوا الأوضة علشان يبقوا مرتاحين في الكلام أكتر. بيبقى كنان هو كمان رجع للبيت، وبيفضل رايح جاي بيفكر وهو هيتجنن ويفهم كل ده حصل إزاي. ولما بتخرج لقاء تشوفه بيلومها إنها ما قالتلوش أول ما عرفت، فبتقوله إنها ما شافتش فايدة من إنه يعرف غير إنها لسه عارفة قريب هي كمان. بيقعد جنبها، أو بيحاول يقلع الدبلة لكنه ما بيقدرش، أو بيقول للقاء إن هو هيوفي بعضه ليها مهما حصل وهيحاول ينسى كل اللي فات. بتدخل مريم تدي لحراء مية، أو بتسألها إيه اللي حصل معاها، فبتقول لها حراء إن كل حاجة باظت فجأة وكل اللي كانت واثقة فيهم خدعوها حتى عمتها وأرهان. وبتبتسم وبتقول لمريم إنها طلعت بريئة فعلا، وإن في فيديو بيثبت براءتها، وبتقعد تحكي لها كل حاجة. بتمسك مريم إيديها وبتسألها إن ده معناه إنها بريئة ومش قاتلة زي ما قالت لها، وبتفرح جدا لما بتعرف. لكن حراء بتقول لها إن أرهان عرف من وقت طويل وخبى عليها، مع إنه كان أكتر شخص عارف هي بتتألم إزاي وما حاولش يريحها ويقول لها الحقيقة. وبتفضل مريم سامعاها وهي كمان حاسة بالذنب بسبب اللي عملته في كنان. بتسألها عن اللي ناوية تعمله، فبتقول لها حراء إنها لسه مش عارفة هتعمل إيه ولا هتروح فين، لأن دي أول مرة تكون فيها حرة، ومع ذلك هي ما عندهاش مكان أو شخص تثق فيه، وإنها حتى ما عندهاش غير الهدوم اللي هي لابساها الخاصة بكونها عبدة. فبتطمنها مريم إنها معاها، وبتقوم تجيب لها هدوم من عندها، وبتطلب منها تغير هدومها وتحاول تتخطى كونها عبدة علشان تبدأ من جديد. بيرجع كنان للمكتب، فبتقوم هاركة وهي طبعا مش عارفة أي حاجة، وبتطلب منه يروح معاها يجيبوا فستان الفرح. لكن كنان بيكون حزين ومشتت، وبيطلب منها تروح لوحدها لأنه مشغول. فبتقوم ندى علشان تفهم منه إيه اللي حصل بينه وبين مريم، لكن طبعا من غير فايدة. أما هاركة فبتروح علشان تطلب من لقاء تروح هي معاها تجرب الفستان، لكن لقاء هي كمان ما بيكونش ليها نفس تعمل أي حاجة، خصوصا لأن كنان أخوها شبه مجبور على الجواز وهي السبب، وبتطلب منها تروح لوحدها بحجة إنها تعبانة. أما في قصر الدمهري بتبقى أصلي قاعدة وبتلاقي والدتها جاية، أو بتعامل جنور بوقاحة وبأسلوب غريب، فبتسألها عن اللي بيحصل، أو بتقول لها برهان إنها بعد ما اتخلصت من حراء بقت قادرة تستمتع بوقتها في القصر، لكن أصلي بتبقى مش مبسوطة على عكس المتوقع لأن أرهان بره البيت من وقت ما حراء مشيت. فبتقول لها برهان
إن أورهان بيزعل لما بيخسر صفقة دخلها، فأكيد يعني هيكون غياب مراته مأثر عليه، لكن مصيره يرجع. وقتها تحاول هي تتقرب منه وتخليه يحبها لدرجة إن هو ما يفتكرش حراء دي أصلا. في الوقت ده بيبقى أورهان رايح يقعد مع المعلم يعقوب، بيعرف إن هو ما فتحش النهاردة، فبيتضايق جدا لأنه كان محتاج يتكلم معاه. وبيفضل يلف في الشارع، بيرجع القصر بالليل، وبيقف قدامه وهو بيفتكر حراء بكل تفاصيلها، وكل ما يبص في مكان يفتكرها فيه وبيكون مش قادر يتخطى فكرة إن هو مش هيشوفها حواليه تاني. بتبقى حراء غيرت هدومها وبتقوم تبص من الشباك بحزن في الوقت اللي مريم بتحضر فيه العشاء، وهي كمان بتفكر في كلام كنان ليها، وبيبقى كنان بيفكر في كلامها برضه في نفس الوقت اللي أورهان بيطلع فيه لأوضته، وبيفتكر تجهيزات حراء للنوم ووجودها في الأوضة، وبيحس إن الأوضة غريبة ومهجورة، وبيلاقي الخاتم محطوط على المكتب وبيفضل يبصله بحزن. ولما بيقوم يدخل أوضة الملابس بيلاقي دولاب حراء فاضي، فبيتعصب جدا وبيخرج لعفيفة يسألها هي عملت ايه في هدومها، فبتقوله عفيفة انها اتبرعت بيها للناس المحتاجين لان وجودهم دلوقتي ملوش لازمة. بيتعصب أورهان جدا من كلامها وبيحذرها بعد كده تعدي حدودها لان كل واحد ليه حدوده وهو مش هيسكت بعد كده. بيخرج من عندها يكلم رائد علشان يعرف منه ايه اللي حصل لجهاز نهان، فبيقوله رائد ان هو تواصل مع معالج خاص بيهم وقال ان في حد حاول يدمر الجهاز علشان ما يتفتحش تاني، فبيطلب منه يعرف الشخص اللي عمل كده. بيفضل يفكر مين غيره كان عارف بالفيديو، مش بيلاقي غير أصلي هي اللي تعرف في القصر. بيبدأ يشك فيها، بيلاقي جيلونور طالعة، فبيطلب منها تنادي أصلي أو تخليها تنزله في المكتب. وبتتحمس أصلي وبرهان جدا، بيكونوا فاكرين إن أورهان عايزها علشان يشتكي لها ويقربها منه، بتروح تجدد مكياجها، بتنزل وكلها حماس علشان تعرف أورهان عايز إيه. ولما بتنزل تشوفه عايز إيه بتلاقي وشه زعلان، فبتفهم إن في مصيبة حصلت، بتلاقيه بيواجهها بالفلاشة اللي عليها الدليل، فبتتوتر أصلي جدا وبتفضل تعيط وهي بتقوله إن ما كانش قصدها غير إنها توري الدليل لبرهان علشان هي ما كانتش مصدقة إن حراء بريئة، وهي حبت تثبت لها إن هو مش هيكذب عليهم. لكن أورهان بيبقى متعصب جدا، بيسألها عملت إيه تاني من وراه، بتفضل أصلي تعيط وهي بتقوله إنها ما عملتش حاجة، فبيحذرها لآخر مرة تدخل في شغله أو تفتح حاجته، بيخليها تخرج من المكتب وهي بتعيط ومتضايقة. بيخرج علشان يطلع اوضته، بيلاقي نور شاف في وشه وبتقوله ان علي ما كلش اي حاجه هم عملوها له من حزنه على حراء، بتكون خايفه عليه جدا، فبيطمنها أورهان، بيدخل هو يشوفه وبيقعد يحكي له عن جده، بيقوله ان هو زمان قال له ان كل الاوقات الصعبه بتعلمهم القوه وهو لازم يكون قدها، وانه لازم يكون صبور وقوي ما يخافش من حد. بيكون علي ماسك سلسله نهان حزين على حراء، اما حراء فبتبقى بتنشف الاطباق وهي بتفتكر كلام أورهان ليها زمان عن كونها قاتلة مذنبة، بتجرح إيديها بالغلط، فبتروح مريم تقعدها علشان تعالج لها الجرح، بتمسك إيديها وبتقول لها إن كل حاجة ليها حل، وبتطلب منها تشيل الخوف من عينيها وتستنى تشوف القدر شايل لها إيه، وإنها لازم تبقى قوية وتحاول تتخطى ألمها لأنها عارفة إن هو مش هيروح بسهولة. بيلاقوا كنان بيرن على مريم، بيبان عليها الحزن، فبتسألها حراء عن اللي بتمر بيه، بتضغط عليها، فبتبدأ مريم تحكي لها إن كل اللي هي خبته عنهم زمان بدأ يظهر وكل حاجة حواليها بتتغير وتبوظ. بتحكي لها مريم كل حاجة، فبتقول لها حراء إن هي لسه عندها فرصة تبقى مع كنان في المستقبل، لكن مريم بتقول لها إن كنان خلاص شق طريقه بنفسه وهيتجوز هاركة، وهي بتتمنى له السعادة، مش هتقدر ترجع الزمن وتصلح اللي هي كسرته. فبتفتكر حراء أورهان لما كان واقف قدامها وبيقول لها إن هو ما كانش قدامه حل تاني واللي حصل ده كان لازم يحصل، فبتبص لمريم وبتقول لها إن معاها حق لأنها مش هتقدر تغير أي حاجة من اللي حصلت. بيلاقوا الباب بيخبط، فبتقوم مريم تشوف مين، بتلاقي أورهان جاي يطمن على حراء وعايز يشوفها، فبتقول له مريم إن حراء حزينة ومتضايقة جدا منه، وبتدخل علشان تناديها، وبتبقى حراء متوترة وخايفة ومش قادرة تخرج تقابله وتعرف منه هو عايزها في إيه، لكنها بتقرر تخرج، بتلاقيه بيديلها موبايل، ولما بتقوله إنها مش عايزاه بيقولها إن هو لازم يكون معاها لأنها ما تعرفش حاجة كويس في اسطنبول، وإنها ممكن تحتاج تتكلم مع مريم في أي وقت وتتواصل معاها لو هي بعيدة عنها. فبتاخد حراء الموبايل وبترجع للبيت، وبيكون كنان قاعد مع المعلم يعقوب بيحكي له اللي حصل وهو متضايق مش عارف يعمل إيه، بيفضل يلوم نفسه لأنه ما عرفش الحقيقة من الأول ورفض يصدق إن مريم ما تعملش كده وفضل ظالمها. بيبص للدبلة اللي في إيده وبيقول ليعقوب إن هو مش قادر حتى يرجع في وعده علشان أخته. بيلاقوا أورهان داخل عليهم، فبيقعدهم يعقوب هما الاتنين جنب بعض، بيقول لهم إن كل واحد فيهم غلط
واحد اتأخر إنه يقول الحقيقة في وقتها، والتاني اتأخر في إنه يعرف الحقيقة. هو بيقول لهم إن القدر بينهم، ولو رايد ربنا هيجمعهم تاني بالشخص اللي بيتمنوه، وبيطلب منهم يصبروا ويكونوا مؤمنين باللي بيمروا بيه. بتبقى حراء قاعدة حزينة، أو بتلاقي راشد خارج يتكلم معاها وبيقول لها إن هو عارف إنها عبدة، وبيسألها لو كانت فلوس بيعهم كتير وبالدولارات، وبيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها إن هو لو كان هناك كان استأجر العبيد للناس، مش بس باعهم علشان يكسب منهم. فبتروح مريم تاخد حراء من قدامه، أو بتخرج معاها علشان يروحوا الفريحة. أو بيكون كنان وأرهان هما كمان خارجين من عند يعقوب، أو ماشيين سوا، أو بيتواجهوا الأربعة في وش بعض، أو بيفضل كل واحد فيهم باصص للتاني بصدمة من تجميع القدر بيهم تاني. تفتكروا إيه اللي هيحصل في قصص الحب بين الأبطال الأربعة؟ وهل حراء ممكن ترجع للقصر تاني؟ وهل هتعرف إنها أخت كنان؟ وإيه هيكون رد فعل عفيفة وأصلي لو حراء رجعت القصر؟ وإيه الأحداث الجديدة اللي هتحصل وتمنع جواز هركة من كنان؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الملخص اللي جاي، فتابعونا. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي امتى؟ أو مننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو، ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ash.